مساء الخير رجالة تالتة إعدادي. إن أراد الله على خير، إحنا هنبدأ مع بعضينا سلسلة جديدة اسمها سلسلة حل المحافظات اللي هي ورشة الساعة 10. كل واحد فينا بقى كده بالليل أو ما الساعة تيجي معاك 10 كده تطفي كل حاجة وتفتح يا عم الحاج، هينزل لك محافظة في ميعاد الساعة كام؟ الساعة 10. دلوقتي إحنا هنبدأ نحل أول محافظة، محافظة الإيه؟ القاهرة. يلا يا سيدي. محافظة القاهرة يعني الامتحان اللي جه للأولاد بتاع القاهرة السنة اللي فاتت. خلينا كده نبدأ أول سؤال. بيقول لي تستخدم العدسة نقط في تصحيح قصر النظر. قصر النظر فيها قاف، يبقى عدسة ايه؟ عدسة مقعرة فيها قاف. عدسة مقعرة فيها ايه؟ قاف. يندمج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث في عملية الإخصاب لتكوين ايه؟ قال لك لتكوين حاجة اسمها الزيجوت. طول ما احنا شغالين احنا هنشرح ونحل كل سؤال يعدي علينا. حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك في الزمن. كان عندك مثلث بيقول إن السرعة بتساوي المسافة على الزمن، فهو عايز مني إيه؟ عايز حاصل ضرب السرعة في الزمن يساوي المسافة. طيب تمام. بعد كده ماذا نعني بقولنا أن مقدار الإزاحة تساوي 10 متر؟ معنى مقدار الإزاحة تساوي 10 متر يعني المسافة من نقطة البداية لغاية نقطة النهاية في خط مستقيم بتساوي كام؟ 10 متر. يبقى اكتبه كده. أي أن المسافة من نقطة البداية إلى نقطة النهاية تساوي كام يا عم الحاج؟ تساوي 10 متر. تمام. البعد البؤري للمرآة مقعرة يساوي 4 سنتيمتر. البعد البؤري لمراية مقعرة يساوي 4 سنتيمتر. هو فين البعد البؤري بتاع المراية؟ يرسم لك مراية بالمنظر ده ويقول لك هنا في قطب اسم نقطة اسمها قطب المرآة، وهنا في نقطة اسمها البؤرة، وفي نقطة هنا اسمها مركز التكور. ركز معايا في الجزء اللي أنا هقوله ده. المسافة من القطب بتاع المراية لغاية هنا ده بنسميه البعد البؤري، لكن المسافة من القطب بتاع المراية لغاية مركز التكور ده بنسميه ضعف البعد البؤري. يبقى لما يجي يسألني ما معنى قولنا إن البعد البؤري لمراية مقعرة يساوي 4 سنتيمتر، هقول له أي أن المسافة من قطب المرآة حتى البؤرة تساوي كام يا مستر؟ تساوي 4 سنتيمتر. تمام يا مستر. تعالى كده بقى نخش على الجزء اللي بعده. بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي ادرس الشكلين التاليين. رسم لك شكل مسافة وزمن، وبيقول لك ما نوع السرعة التي يتحرك بها الجسم وما قيمة عجلته. بص يا ولا ركز. لما تلاقي المسافة طالعة عمالة تزيد والزمن عمال يزيد، العلاقة بين الاتنين علاقة طردية، على طول ترجع كده وتقول له ايه؟ اكيد دي سرعة منتظمة. اكيد دي سرعة مالها منتظمة. طيب تمام، دي نقطة. فعرفت ان لما يزيد المسافة ويزيد الزمن تبقى سرعة مالها سرعة منتظمة. ماشي. ما قيمة العجلة؟ حفظ نفسك من دلوقتي. أي سرعة منتظمة العجلة بتاعتها يساوي صفر. دي أسئلة امتحانات جت العيال السنة اللي فاتت. يبقى لما تلاقي عجلة منتظمة على طول سرعة منتظمة يبقى السرعة بتاعتك تساوي كام؟ تساوي صفر. طيب تمام. اذكر اسم الكائن حي وطريقة تكاثره. جت في امتحان السنة اللي فاتت. بيقول لك ايه؟ جايب لك فطر اسمه فطر الايه؟ فطر عفن الخبز او عش الغراب. تمام، بس ده غالبا عفن الخبز يا ولاد. ماشي. ما اسم كائن حي؟ اسمه عفن الخبز. ماشي. عايز ايه تاني؟ عايز طريقة التكسر بتاعته. طريقة التكسر بتاعته ده بيتكسر عن طريق حاجة اسمها الأبواغ أو الإيه؟ أو الجراثيم. طيب تمام. يلا الجزء اللي بعده. بيقول لي اختر إذا كانت المسافة بين الجسم وصورته في المرآية المستوية 80 سنتيمتر، فبعد الجسم عن سطح المراية يساوي كام؟ رسم لك مراية في النص وبيقول لك المسافة بين الجسم وصورته. ركز، وصورته. يبقى ادي الجسم واقف هنا اهو، وادي صورته هنا اهو. ادي اهو. اكتب هنا يا عم جسم، وادي هنا ايه؟ صوره. طيب تمام. والمسافه بين الجسم وصورته كلها 80، يبقى الجزء ده لوحده بكام؟ ب 40. والجزء ده لوحده بكام؟ ب 40. فان بعد الجسم عن سطح المرايه يساوي كام؟ بعد الجسم عن المرايه لوحده يساوي 40. طيب تمام. لازم ترسمها كده، لو ما رسمتهاش كده مش هتيجي في مخك ابدا. العالم الذي وضع النظريه الحديثه لتفسير نشاه المجموعه الشمسيه. لابلاس نظريه السديم دي اقدم نظريه فيهم. شامبرلين ومولتن هما الاثنين مع بعض اجابه واحده، ما يزيدش معاك غير فريد ايه؟ هويل. اذا كانت عدد الكروموسومات في الخليه الجسديه 2 ان،
فإن عددها في المشيج الناتج من انقسام الخلايا التناسلية. هو في الخلية الجسدية 2 ان، بس مش بيقول لك التناسلية فيها كام. اوعى تتلخبط وتفتكر ان التناسلية يبقى 2 ان زيها زي الجسدية، ان احنا مؤسسينك جسدية وتناسلية 2 ان، لكن الجنسية ان. بس هنا هو مش بيسألك على التناسلية فيها كام، ده هو بيقول لك فإن عددها في المشيج الناتج من الانقسام، من الشيج اللي طلع من الخلايا التناسلية. يعني سي مثلا الخصية طلعت حيوان منوي، يبقى انا بتكلم عن الخصية وحيوان منوي، بتكلم عن الحيوان المنوي. يبقى انت خلية جسدية فيها 2 ان، يبقى المشيج اللي طالع من الخلية التناسلية يكون فيه ان واحدة بس. اوعى تتلخبط فيها بالله عليك. ماشي، بيقول لك من النتائج المترتبه على، ماشي، كل ما يلي سقوط شعاع ضوئي مرا بمركز تكور مرايه مقعره. لو سقط شعاع مرا بمركز مرايه مقعره هو يا مستر. طيب تمام، وادي مركز التكور يا مستر. طيب تمام، والشعاع مر على مركز التكور، ايه اللي يحصل فيه؟ يرتد على نفسه. تمام، يبقى اقول له يرتد على نفسه. تمام ماشي. وزاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس. غياب الجسم المركزي في الخلية الحيوانية. لو مفيش جسم مركزي، الجسم المركزي في الخلية الحيوانية يا ولاد هو وظيفته إنتاج خيوط المخزن. إنتاج خيوط الإيه؟ المخزن. يلا يا سيدي، وضح أهمية ظاهرة العبورة التي تحدث بين الكروماتين داخلين في الظاهرة الرباعية. أهو يا عمي 2 رحت فين؟ 2 ادي كروموسوم، حلو يا مستر، وادي هنا كروموسوم. واللي حصل يا مستر بينهم؟ هما الاتنين بدلوا مع بعض. عارف بدلوا ايه؟ بدلوا الرجلين بتاعتهم، الجزء بتاع الرجلين من تحت. فالكروموسوم الاحمر خد جزء من الكروموسوم الايه؟ الاسود، والكروموسوم الاسود خد جزء من الكروموسوم الايه؟ الاحمر. فعملوا عمليه اسمها تبادل الجينات، هيجي لك فيديو عليها دلوقتي. عمليه اسمها تبادل الايه؟ الجينات. ظاهره العبور اهميتها ايه لما تحدث؟ اهي وظيفتها يا مستر تبادل الجينات. وليها وظيفه تانية، ايه هي؟ تنوع المادة الايه؟ الوراثية. تنوع المادة الوراثية، عشان العيال تطلع كده فيها جزء من الأب وفيها جزء من الايه؟ من الأم. طيب تمام، تعالى يا سيدي نحل المسألة اللي جت في الامتحان. بص يا عم الحاج، بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك سيارة تتحرك بسرعة 30 متر كل ثانية. خد نصيحة من أخوك الكبير، أول ما تلاقي مسألة في الامتحان أول حاجة تعملها ايه؟ اوعى تقول هطلع معطيات. اول حاجه تعملها ايه؟ تسمي، وبعد ما تسمي طلع المعطيات بتاعتك. يلا سميت، يلا ابدا يا سيدي. سياره تتحرك بسرعه 30 متر كل ثانيه، يبقى السرعه بتاعت السياره تساوي 30 متر لكل ثانيه. حلو. وعند استخدام السائق للفرامل توقفت بعد مرور 10 ثواني. 10 ثواني يبقى الزمن بتاعك يساوي 10 ثواني. والله شكلك مسألة مباشرة. احسب العجلة التي تتحرك بها السيارة من بدء استخدام الفرامل. عايزك تحسب الايه؟ العجلة. عجلة يبقى في سرعة ابتدائية في سرعة نهائية مستخبية. هي الأول كانت بتتحرك بسرعة 30، يبقى دي السرعة الابتدائية، وداس على الفرامل لغاية ما توقفت، يبقى السرعة النهائية تساوي 0. طيب تمام، ودي علامة استفهام مش عارفها. عايز تحسب العجلة، ايه هو قانون العجلة يا واد؟ قانون العجلة بيقول إن العجلة يا مستر بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين. تعالى فين؟ ادي اهو عجلة تساوي عين 2، ادي اهو عين 2 ناقص عين 1 ناقص عين 1 على دلتا زين. عوض يا عين 2 بكام؟ عين 2 يا مستر بصفر. ماشي، عين 2 بصفر. طيب تمام، وعين 1 بكام؟ عين 1 يا مستر ب 30. طيب تمام، ودلتا زين الزمن بكام؟ مش متأكد ده 10 ولا 20 راحت فين؟ اهو الزمن ب 10، يبقى دي 10 على 10. وتقوم حاسب حسبتك يا معلم، بس خلي بالك هتطلع رقم بالسالب عشان دي عجلة ايه؟ سالبة. تعالى نحسب كده. ادي اهو يا سيدي، 0 ناقص 30 على 10 هيطلع معاك سالب كام؟ سالب 3. دي عجلة وحدة قياسها ايه؟ وحدة قياسها المتر لكل ثانية. طيب تمام، متر كل ثانية تربيع، عشان عجلة اوعى تتلخبط فيها وتنساها بالله عليك. ماشي. بعد كده مستر يلا صوب. بيقول لك توضع مراية مستوية على يمين ويسار السائق. يمين ويسار السائق.
ده انت عايز تصغر عشان الحزين هو بيسوق يشوف الصورة من وراه، يبقى توضع مراية محدبة، عشان المحدبة هي اللي بتصغر. وقلت لك 1000 مرة بلاش الاستخدامات بتاعت المراية والعدسات تفضلوا ترسوهم وتحفظوهم، افهمها. أنا عايز أصغر مراية محدبة. يقول لك العناية بالوجه ودكتور السنان، دي حاجات محتاجة تكبر عشان أشوفها، يبقى مراية إيه؟ مقعرة. كل سؤال لازم يعدي عليك بفكرة. السرعة النسبية هي ناتج قسمة المسافة الكلية على الزمن الكلي. أقسم المسافة الكلية على الزمن الكلي، لا دي السرعة المتوسطة. طيب تمام. بعد كده غازي الهيدروجين والنيتروجين اللذان أنتج النجوم والمجرات والكون لا احنا حفظنا. لما يجي يسألك أنتج ه مين ومين؟ هيدروجين ومعاه هيليوم، يبقى عنصر الهيدروجين والهيليوم هم اللي أنتجوا المجرات والنجوم. علل لا يمكن استكبار الصورة المتكونة بالمراية المستوية على حائل. عارف يعني ايه مش هينفع تستقبلها على حائل؟ يعني ما ينفعش اجيبها كده اهو وامسك صورتي وانا واقف في المرايه والاقيها همد ايدي وهسلم على ايه يا عم الحاج؟ ازاي ما ينفعش الكلام ده؟ ليه لا يمكن استكبارها على حائل؟ لانها صوره تقديريه تتكون خلف المرآة. يبقى ترد عليه تقول له كده لانها صوره تقديريه تتكون خلف المرآة. بعد كده بيقول لي تقلص خيوط المغزل اثناء الطور الانفصالي في الانقسام الميتوزي. ليه خيوط المغزل يا عم الحاج؟ اللي طالعه دي بتبدا ان هي تتقلص في الطور الانفصالي عشان تتكون مجموعتين من الكروماتيدات على قطبي الخليه. على قطبي الايه؟ الخليه. بص يا سيدي، ده الخليه دي بنشبهها يا ولاد بكوكب الارض. فكوكب الارض من فوق كان في قطب شمالي وكان في قطب ايه؟ جنوبي. فاحنا بنقول ايه؟ بنقول ان خيوط المغزل دي اول ما يحدث الطور الانفصالي يا عيني وخلاص رايحه تنفصل عن بعضيها يا مستر، إيه اللي يحصل؟ تبدا ان هي تتقلص 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 تتقلص، يعني تتشد وتطلع على ناحيه الحته بتاعت الايه؟ القطبين. فلما يجي يسالك ليه بتتقلص خيوط المغزل؟ عشان خلاص الكروموسوم يا عيني هيبدا ان هو ينفصل لجزئين، كروماتيد في حته وكروماتيد في ايه؟ في حته. فتلاقيها مرسومه لك كده بالمنظر ده كده اهو، كل كروماتيد انفصل عن التاني اتشد في حته. يبقى لما يجي يسالني هقول له ليه؟ لان مجموعتين الكروماتيد يظهروا على قطبي الخليه. قارن. بص حبيبي، لو جالك قارن في الامتحان، لو جالي سؤال زي قارن في الامتحان انا هعمل ايه؟ ما تقلقش، دي رقم واحد. ليه ما اقلقش؟ ان احنا لما نيجي اقول لك قارن مش هقول لك قارن ما بين الانقسام الميتوزي والانقسام الميوزي مره واحده واسيبك كده عايم، لا، هتلاقيني دايما بحط لك كلمه من حيث. حيز نقطة إجابتها ممكن تكون كلمة واحدة بس إجابتها. القوة والكتلة من حيث نوع الكمية الفيزيائية. دي القوة كمية فيزيائية متجهة. فاكر الكميات المتجهة؟ اكتبهم عندك، القوة والإزاحة والعجلة والسرعة المتجهة دي كانت كميات متجهة، وأي حاجة غير كده كميات إيه؟ قياسية. فالكتلة كمية قياسية. أستاذ هو أنا كده خلصت المقارنة؟ بأمانة صدقني تاني أيوه، قوة متجهة وكتلة قياسية، خلصت. يبقى هطلب منك طلب واحد بس. طيب تمام. عايز الانقسام الميوزي والانقسام الميوزي من حيث نوع الخلايا التي يحدث فيها الانقسام. عايز خلايا جسدية ولا خلايا تانية؟ انقسام ميتوزي يحدث في الخلايا الجسدية، انقسام ميوزي يحدث في الخلايا التناسلية. يبقى الولاد اللي جم السنة اللي فاتت أول ما جاوا قارن اتخض. مفيش حاجة تخضك يا معلم، هيطلب كلمة، ولو طلب أكبر من كلمة ما تقلقش هيكون الموضوع بسيط برضه. ماشي. يلا يا مستر اكتب المصطلح العلمي. يبقى يلا يا سيدي شوف السؤال اللي بعديه. بيقول لي تقع في إحدى الأذرع الحلزونية لمجرة درب التبانة. تعالى أفكرك، كان عندي مجرة درب التبانة بالشكل الحلزوني، إنه ممكن السنة الجاية يسألك يقول لك الشكل إيه اسمها الشكل الحلزوني. دي نقطة. تاني نقطة، كان في نجم من النجوم الحديثة بيقع على حافة المجرة اسمها المجموعة الإيه؟ الشمسية. دي حديثة.
لكن العمدة القديم اللي قاعد في نص المجرة ده قديم. ما ينفعش تسيب المعلومة دي تعدي كده وخلاص. السنة اللي فاتت سأل الأولاد مين هي اللي قاعدة على أطراف المجرة؟ المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية. طيب تمام. وارد جدا يا مستر يجي لك السنة الجاية ويسألك ويقول لي قول لي بقى اللي قاعد على الأطراف ده حديث ولا قديم؟ حديث. واللي قاعد في المنتصف قديم. ركز فيها ممكن تصير فيها السنة الجاية. نقطة في باطن العدسة. حلو. تقع على المحور الأصلي في منتصف المسافة بين وجهيه. عدسة وفي نقطة في المنتصف وتقع على المحور الأصلي، يبقى ده إيه ده؟ ده المركز البصري للعدسة. المركز البصري للعدسة. طيب تمام. كرة غازية متوهجة كانت تدور حول نفسها تبعا لنظرية لابلاس. كرة غازية متوهجة بتدور حوالين نفسها تبعا لنظرية لابلاس اللي فيها حرف السين، يبقى أكيد ده السليم. طيب تمام يا مستر. ما هي الصفات السورية المتكونة للجسم بشكل آتي؟ الجسم ده وقف عند مركز التكون. في حصة هبعت لها هنزل لك اللينك بتاعها تحت الفيديو اسمها مراجعة المرايا والعدسات، دي تحفة هتلم لك المرايا والعدسات كلها لو عندك مشكلة فيها. انت عندك مركز وقف عند مركز التكور، قلت لك مركز التكور ده ماما. فطالما الجسم وقف عند مركز التكور احفظها، صورته هتطلع عند مركز التكور. حفظتها ممكن تجي لك في الامتحان. يبقى ايه ده؟ الجسم واقف عند مركز التكور، صورته تطلع عند مركز الايه؟ التكور. هو مش عايزك ترسم، هو بس يا دوب بيقول لك قول لي صفاتها. صفاتها دي طلعت الناحيه اليمين، الناحيه اليمين يبقى صوره حقيقيه. صوره حقيقيه. معلش عادي. طب تمام. وحقيقيه مالها؟ مقلوبه. طيب تمام يا مستر. مكبره ولا مصغره؟ ولا دي ولا دي، مساويه. الجسم اللي يظهر عند ماما صورته عند ماما وبتطلع مساوية. طب لو طلب مني ارسم يا عم شعاع موازي. حلو. وشعاع يمر بالمركز البصري. حلو. الشعاع اللي موازي يمر بمركز التكور. حلو. والشعاع اللي ماسك بالمركز البصري يمتد على استقامته، فتلاقي الأشعة اتقابلت بالمنظر ده. يلا السؤال اللي بعديه. ماذا يحدث؟ ماذا يقصد بجسم يتحرك في خط مستقيم يقطع مسافة 20 متر كل ثانية؟ بأمانة أنا حاسس إن أنت بتجر شكلي عشان أكلمك عن السرعة. هو ماشي ب20 متر لكل ثانية. تقريبا أنا حاسس إن إحنا الامتحان كله عدى من غير ما يسأل في النقطة دي. هي السرعة بتساوي إيه؟ المسافة على الزمن. ماشي. أنت بتقول لي ماشي 20 متر في زمن ثانية. عايز أحسب إيه؟ عايزك تحسب السرعة. هتقول له أي أن الجسم يسير بسرعة مقدارها 20 متر لكل ثانية. ماشي. متى تكون السرعة النسبية لجسم متحرك تساوي ضعف سرعته الفعلية؟ النقطة دي حلوة. بص كده ركز معايا. بص يا سيدي، لو أنا عندي جسمين أهو، أكتب لك كده دقيقة. النسبية، السرعة النسبية تساوي السرعة الفعلية ناقص سرعة المراقب، لإما زائد سرعة المراقب. امتى بتكون ناقص وامتى بتكون زائد؟ لو الجسمين ماشيين في نفس الاتجاه بطرح. لو افتكر القديم كده. ولو ماشيين في عكس الاتجاه بجمع. على فكرة تاني للأمانة، مفيش مانع ان انت تكون وقعت مرة واتنين وتلاتة وتصلح، ومفيش مانع ان انا ابدأ من جديد. لو انا حليت من ال24 محافظة دول 20 محافظة بس بتركيز، بأمانة تخش الامتحان ولا كأنك بتذاكر من أول السنة. جسمين ماشيين في نفس الاتجاه هطرح، جسمين ماشيين في عكس الاتجاه هجمع. ماشي. عايز ايه؟ عايز الناتج في الآخر يساوي ضعف سرعته الفعلية اللي هي دي. تبقى امتى؟ لو دي يا مستر باتنين ودي باتنين وجمعتهم على بعض يساوي كام؟ 4. يبقى الناتج بتاع السرعة النسبية يساوي ضعف السرعة الايه؟ الفعلية. يبقى امتى بتكون النسبية تساوي ضعف السرعة الفعلية؟ لما يسير الجسمين في عكس الايه؟ الاتجاه وبنفس الايه؟ السرعة. يبقى انا هكتب له كده اهو. انا عايز خط صغنطوطي. تعالى استنى. بص هقول له كده اهو. عندما نجاوب هنا. عندما يسير الجسم تمام في عكس الاتجاه وبنفس، بسم الله عليك عادي، وبنفس
السرعة. ماشي. ما هو نوع التكاثر اللاجنسي الذي يختفي فيه الفرد الأبوي مع ذكر مثال؟ التكاثر اللاجنسي يا عيني اللي كان بيختفي فيه نوع من الفرد الأبوي كان الانشطار الإيه؟ الثنائي. كان يقف كده أهو ويقسم نفسه نصين ويقطع نفسه نصين عشان يطلع خليتين، يبقى ده الانشطار الثنائي. طيب تمام. مع ذكر مثال، عايز أذكر مثال ليه؟ مثال للانشطار الثنائي عندي الأميبا والبراميسيوم، اي حاجه فيهم انت عايزها. كده يا معلم احنا خلصنا كده حل المحافظه الايه، حل المحافظه بتاعه القاهره السنه الايه اللي فاتت. بص يا سيدي، كده ان اراد الله تقريبا الموضوع ما كملش في ايدينا حوالي ربع ساعه كده. انا ما عنديش اي مانع جدا ان انت تقعد يا حبيبي وتسمع الفيديو وتشغل الفيديو وتحل معايا، دي حاجه، مع ان انا افضل ان انت يكون افضل الف مره طبعا ان انت تمسك المحافظه تحلها انت الاول وبعد كده تسمع مني. تمام. بس احنا لو لسه الموضوع معانا بعافيه شويه، احنا ممكن نعمل ايه، نشغل الفيديو على طول وتبدا ان انت تسمع ايه من اول وجديد. لو انا في مشكله قابلتني مطلوب منك حاجه واحده بس، تعلم عليها علامه، ان انا مهما كنت انا كويس اكيد انا بحل المحافظات هلاقي ان في حاجه اتنست، هلاقي ان في معلومه مش قادر افتكرها، هلاقي ان في حاجه انا حتى انا واقف اهو عمال اشرحها وانت مخك مش قادر يفتكر هي كانت ايه. تمام. فاحنا من اول وجديد اهو هنمسك سؤال سؤال زي ما احنا شفت النهارده كده فصصناه حته حته. تمام. يبقى انت كل المطلوب منك ايه، تسمع المحافظه هي مره واحده. تمام. النهارده وتفضل مستمر على كده ايه كل يوم. لو انت استمريت من كل محافظه كل يوم الساعه 10 بالليل بالمنظر ده هتلاقي نفسك الدنيا بدات تتحسن معاك. يلا جود باي.